اقسم بالله ابو تريكه ده دماغ، ودماغ جامده قوي كمان. الراجل بصراحه ماشي على مقوله يعني عاملوا الناس بما ترونه منهم وليس بما تسمعونه عنهم. يعني الراجل بصراحه ما بيحبش يزعل حد، عنده كلمه حلوه بيقولها، ما عندوش خلاص ما بيكلمش على حد. يعني حتى لو خالف مثلا حد معين الراي ولا حاجه، الراجل بيقول انا مثلا مش متفق مع تصريحات كذا وخلاص، ما بيقولش بقى ليه ومش ليه، ما بيبينش بقى ان في خلافات مثلا بينه وبين حد. حتى لو كان في خلافات بينه وبين حد، لان ابو تريكه انتوا عارفينه طبعا عمر ما كان الحمد لله في بينه وبين حد خلافات شخصيه، وعمره ما اتكلم على حد وحش. تمام. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه في الاستوديو التحليلي دلوقتي بتاع الدوري الانجليزي قبل ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ديربي مانشستر، تمام، بيكلموا بقى في الصفقات الجديده لمانشستر سيتي، ومشى مين وجاب مين، ومشى ايدرسون وجاب دوناروما. طب المميزات العيوب، طب مين بيعرف يلعب برجله ومين ما بيعرفش يلعب برجله، مين مميزاته ايه مين عيوبه ايه. فطبعا محمد صهيون الكوري في وسط الكلام كده جاب سيره الحضري، فسال ابو تريكه طب مين احسن دوناروما ولا الحضري؟ ابو تريكه قولا واحدا من غير تفكير قال لك طبعا الحضري. فطبعا الثاني حب يصطاد في الميه العكر، قال له طبعا ده رايح في الرايحه والجايه بيقولوا ان هو اسطوره. ابو تريكه قال له طبعا حقه يقول اللي هو عايزه، الراجل اسطوره، عمل كذا مع منتخب مصر وعمل كذا مع الاهلي، فحقه ان هو يقول الكلام ده. احمد شوبير بنفسه قال اسطوره، بالرغم اللي بينه وبين عصام الحضري، اكرامي الشحات الكبير قال الحضري اسطوره. كابتن ثابت البطل الله يرحمه لو كان لسه عايش لغايه دلوقتي كان هيقول الحضري اسطوره. فبصراحه ابو تريكه ما بيحبش يزعل حد، الراجل لو عنده كلمه حلوه بيقولها، ما عندوش خلاص. وفي نفس الوقت ابو تريكه قال انت لو جبت جون في الحضري في التمرين ده انت اتزغرت،